عمرك سألت نفسك ليه مواتير الديزل صوتها كده؟ وليه مش بنشوفه على عربيات الاستخدام اليومي رغم انه موفر وعملي جدا؟ النهاردة هنجاوب على الأسئلة دي وهنفك محرك الديزل ومحرك البنزين ونشوف بيشتغلوا ازاي وايه الفروقات اللي بينهم، وهل فعلا الديزل أقوى ولا الموضوع كله احتراق وتصميم؟ قبل ما نبدأ اعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا. محرك البنزين بيتكون من بلوك، بساتم، شنابر، صمامات سحب هواء وعادم، بوجيهات وعمود كمات. في محرك البنزين خليط الهواء والبنزين بيخشوا مع بعض غرفة الاحتراق من صمام السحب والبخاخات، وبيتحكم فيهم الكمبيوتر. نسبة الانضغاط هنا بتكون من 8 لواحد لحد 12 لواحد، وده ليه؟ عشان محرك البنزين بيعتمد بشكل أساسي على الشرارة لإشعال خليط البنزين والهواء داخل غرفة الاحتراق، وده بيحصل من البوجيهات أو سبارك بلاجز، هي دي اللي مسؤولة إنها تولع في الخليط في لحظة محسوبة بالملي ثانية، ومن غير الشرارة دي الموتور مش هيشتغل أصلا. طريقة الاحتراق دي اسمها سبارك إجنيشن، يعني ببساطة الأربع أشواط بتوع المحرك. الأول بيبقى السحب، البستم بينزل لأسفل نقطة وبيسحب معاه هواء والبنزين جوه الغرفة. التاني الضغط، البساتم بتطلع لفوق عشان تضغط الخليط وبتوصل لحد أعلى نقطة في الغرفة اللي الهواء بيوصل فيها لأعلى درجة حرارة وأكبر ضغط. والبستم وهو فوق كده بيبدأ الشوط التالت بشرارة بتطلع من البوجيه تولع في الخليط وهو مضغوط، واللي بيخلي البستم ينزل لتحت من قوة الانفجار. وبعدها بيحصل آخر شوط وهو شوط التصريف أو خروج الهواء المحروق من صمام العادم، وبعدها هيكمل طريقه للشكمان. المميزات في محركات البنزين هي صوت هادي ومفيش اهتزازات واستجابة سريعة للمحرك، وآخر حاجة عدد لفات موتور أو RPM عالي. أما العيوب عزم أقل، استهلاك أعلى، وعمر افتراضي أقل، وطبعا كل ده مقارنة بالديزل. خلصنا محرك البنزين، نشوف الديزل واختلافاته. الديزل كوقود أصعب من البنزين في الاشتعال، بيحتاج حرارة وضغط أعلى بكتير، فعشان كده محرك الديزل مختلف من الأساس. الديزل بيعتمد على الكومبريشن إجنيشن، الانفجار بالضغط، يعني هنا مفيش شرارة ولا بوجيهات. الهواء بيدخل لوحده من صمام السحب لغرفة الاحتراق، بعدين البستم بيطلع يضغط الهواء ده ضغط عالي جدا لحد ما البستم يوصل لأعلى حتة في غرفة الاحتراق واسمها دوب ديد سنتر. وهنا البخاخات بترش الديزل جوه الغرفة مع الهواء المضغوط، وهنا الإشعال بيتم ذاتي بسبب الضغط العالي والحرارة، وبعدها الشوط يكمل ويطلع الهواء المحروق للشكمان من خلال صمام العادم. وهنا في الديزل نسبة الانضغاط بتكون من 18 لواحد لحد 25 لواحد. الأشواط أو الستروك في محرك الديزل بتبقى أطول من محركات البنزين، وده اللي بيدي الديزل عزم وتورك أعلى من البنزين عشان كمية الخليط أو الهواء والوقود اللي بيشتعل أكتر. وعشان كده دايما هتلاقي عربيات النقل والتريلات والمعدات التقيلة دايما بيستخدموا محركات ديزل عشان تسد معاهم وتقدر تحرك الأوزان التقيلة اللي بيشيلوها. وعشان الشوط أطول، محركات الديزل بتدي عدد لفات موتور أو RPM أقل من البنزين، فهتلاقي الديزل بيديك أكبر قوة عند 3000 RPM بالكتير، وتلاقي الريد لاين بداية من 4000 لفة. أما على الناحية التانية في البنزين القوة الأكبر بتظهر عند 5000 أو 6000 لفة في الدقيقة. وعشان الضغط المهول ده وتصميم المحرك إنه يستحمل درجات حرارة عالية ويعيش، البلوك بيبقى أقوى وأتقل، والبساتم بتبقى أسمك، وعمود الكرنك بيبقى أقوى، والصمامات كمان أكبر مقارنة بالبنزين. الديزل بيديك عزم عالي جدا، استهلاك وقود أقل، وعمر أطول، لكن صوت أعلى واهتزاز أكتر. والاهتزاز ده بيحصل بسبب إن مفيش بوجيه يتحكم في توقيت الشرارة، أو بمعنى تاني ممكن الإشعال يحصل في أي مكان في غرفة الاحتراق قبل ما البستم يوصل لأعلى نقطة اللي هي أصلا المفروض تكون نقطة الإشعال، وهو ده السبب اللي بيخلي الديزل صوته عالي ومزعج وبيهتز جامد. ولو بتسأل ازاي الديزل بيشتعل في درجات الحرارة الباردة جدا رغم انه صعب في الاشتعال زي ما قلنا، فمحركات الديزل بيكون فيها سخان اسمه بلو بلاج، وظيفته انه يسخن غرفة الاحتراق والهواء في البرد الشديد، فيساعد في اشعال الديزل في الكولد ستارت. وهنا احنا بنتكلم عن درجات حرارة تحت الصفر مثلا، واول ما العربية تشتغل البلو بلاج بيفصل او بيطفي تلقائيا. ولو جينا نعمل مقارنة مباشرة بين المحركين ونحطهم جنب بعض، هتلاقي ان الديزل بيتفوق في العزم خصوصا على السرعات القليلة، وهتلاقي ان استهلاك الديزل للوقود احسن من البنزين، وكمان بيديك عمر افتراضي اطول. يعني عادي تلاقي محرك ديزل على عربية نقل ماشية 700 ألف والموتور ما فيهوش اي مشاكل وشغال زي الفل، وتلاقي البنزين اول ما يجيب ال 250 او 300 ألف كيلو بيحتاج له عمرة كاملة. الفكرة هنا ان كل محرك ليه استخدام،
في المدينة والعربيات الصغيرة البنزين بيكون أنسب، والعربيات الرياضية والفارهة كمان بتكون بنزين، لكن الديزل هتلاقيه في التريلات والمعدات التقيلة والسفن كمان، وأي حاجة بتحتاج عزم كبير جدا، فمفيش محرك أحسن من التاني. في محرك مناسب لاستخدامك انت. لو عايز نعومة وتسارع البنزين أحسن اختيار، لو عايز قوة وعمر واستهلاك فالديزل هنا أنسب لك. وكده أكون شرحت لك الفرق بين محركات الديزل والبنزين. لو عايزين نعمل فيديو عن الفرق بين الهورس باور والتورك اكتبولي في الكومنتات، وبالمرة وانت تحت اعمل سبسكرايب عشان اللي جاي تقيل. أشوفك في الفيديو الجاي، سلام.